مرتين متزوج؟ نعم. لو 3 مرات؟ لا مرتين. زين، وفنانتنا العزيزة زهور علاء مو زوجتك يا أخي؟ سالمين استاذ انس، انت تعرفني. يعني نقلا عن الناس، كلام الناس هذا. الناس تحكي كل شيء، احترامي لجميع الناس. زين. طلعت هاي اشاعه في وقتها، انا تفاجات بها، وزميلتي العزيزه الغاليه ام عبد الله زهور انا تفاجات بها. في عندنا مسلسل تطلع زوجتي فلابسه هي بدله زفاف وانا نقاب، هم مقتطعين زين هذا المشهد، وهي ذاكره في لقاء اخر انه ابو ساره كذا، فجايبين هاي الصوره اي منزليها على اللقاء مال ست زهور، اي انه حسين عجاج هو زوجها ابو ساره. زين. وطلقت من عنده، هو لا وتبكي عليه. ست زهور في يوم من الايام نزلت لي على الانستغرام رغم قله استعمال لهذه الوسائل، خابرتني قالت لي حسين شوف شو راح ادز لك. زين. قلت لها دز شيء، فدزت لي هذا الفيديو مالها وعليه التعليقات، وفي فتره حرجه يمر بها حسين عجاج. فانا ايش سويت؟ اي نفسه قلت لها نزلتي؟ قالت نزلت. قلت لها ما ادري شنو يسوون تاج ما ادري شنو حتى انزله. فايش كتبت اني؟ اضحك، صيت الغنى ولا صيت الفقر. زين. على امراه محترمه وام فاضله وجليله، بس اللي صار وياي انه بنفس التوقيت اللي انطلقت هاي الاشاعه انه انا متقدم لزوجتي ام علي. يعني على ابواب زواج انت، يعني سببت لك مشكله القضيه؟ كبيره. عجيب. كبيره، لان تدري اليوم الناس حتى البسيط فعنده وسائل التواصل الاجتماعي، الانستغرام والتيك توك، والمقطع انتشر. كان يعني اهل المراه الجديده سالوك على القضيه؟ اعمامها اي حاكين ويا زوجتي، قايل لها من يدري تاخذين انت؟ احكيها بصريح العباره. اي هم فنان وهم كان متزوج وزوجته زهور علاء. قال لها ماكو.